ايه يا احمد؟ انت بتسأل ليه اخويا على تليفونات الايفون القسط؟ ليه يعني؟ مين اللي عايزه؟ عصمت؟ ليه في حاجه يعني جدت عليها جديد يعني عشان عايزه ايفون بالقسط؟ امال في ايه؟ مفلحسه يعني عايزاه فلحسه عصمت. ماشي، سيب لي بقى انا الموضوع ده وما تجيبش حاجه وانا هسألك هشوف الحوار ده. يعني ايه واكله دماغك؟ يعني ايه ما تاكل دماغك ولا تاكل ايه؟ بقول لك اقفل عشان انا طالعه على السلم ومحروق دمي. اقفل لي الايفونات ايه؟ طب المصحف داخله لها. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عصمت؟ ازيك يا مروه؟ عامله ايه؟ الحمد لله بخير. عامله ايه وعيالك عاملين ايه؟ كويسين الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما وانت بخير. عامله ايه؟ خير الحمد لله. في جديد جد عليكي؟ يعني ايه؟ يعني في حاجه في بيتي من رجال الاعمال؟ مش فاهماكي يعني ليه؟ يعني قولي مثلا كده ليه؟ فتحتي بقيتي مثلا فجاه كده بقيتي بيزنس وومن؟ مش فاهمه كل ده ليه؟ ليه يا مروه؟ خير. سمعت خير اللهم اجعله خير. ان انت واقفه لاخويا انا عايزه ايفون بالقسط. ده هو اللي اتصل بيكي وقال لك كده؟ لا يا عيني، الموكوس بيتصل بيا يسالني انت تعرفي اماكن بتبيع الايفون القسط فين؟ قلت له خير اللهم اجعله خير. طب ودي حاجه في جد جديد يعني العصمت عشان عايز تمسك ايفون؟ طب ما دي حاجه ما بيني وما بينه، انت ايش دخلك في الموضوع يعني يا مروه اصلا؟ لا ما يصلك الايفونات ديت يعني بيشتروها مثلا البلوجرات، بيشتروها الناس اللي فاتحه بيزنس كبير، صحاب الشركات، صحاب كده هوت يعني. ما انت يكفينا الشر ما بتطلعيش بره الشقه. دي حاجه برضو ما بيني وما بين جوزي، انت ايش دخلك فيها يا مروه؟ يعني حتى خلي عندك دم لما يكون ظروف جوزك على قدها. عايزه تمسكي لي ايفون عشان المظهره والفشخره، وده يقول لك انت ماسكه ايفون يا عصمت، وده يقول لك ايه ده جبتيه منين يا عصمت؟ في ايه يا عصمت؟ ولا انت ولا في مروه ايه؟ انت اللي هتدفعي لي القسط. هو اتصل بيكي قال لك معلش شوفي لي مكان التقسيط فين عشان انت اللي هتدفعي لي القسط. امال ايه ان شاء الله؟ انت اللي هتدفعي لي القسط. لا مش انا اللي هدفع. انت ليكي الحق لما تكلميني كده يبقى انت اللي بتدفعي. الشقيان الغلبان صاحب العيال هو يا اختي اللي هيدفع الاقساط. جوزي برضو انت مالكيش فيه. ما تخليكي على قدك يا عصمت، ما تطلبي يا اختي حاجه. بقول لك ايه، والله لو جوزي رد عليا وقتها وقال لي مش في مقدرتي ومش في استطاعتي يا عصمت اللي انا اجيبهولك، انا مش هلح عليه واقول له جيبهولي. طب ماشي ما علينا. بقول لك ايه يا عصمت، اتفضلي. هو تليفونك يا اختي القديم قال عني؟ تليفونك القديم قال معلش ما بقدرش اشتغل اصلك ايدي عصمت ما ينفعش تمسك غير ايفونات؟ هو ده ايه يا مروه اللي معاكي نوعه؟ استني بس اشوف المكالمه. والله الله اكبر، مش عارفه اعلق ليه. اعوذ بالله، يكفينا الشر يا ناس، يقر كفايه شر. الو. ايوه يا ناهد، عامله ايه يا حبيبتي؟ اعمله انا مش عارفه. الله اكبر، كل اصبر رب الفلق. الله اكبر. بقول لك ايه يا ناهد، اقفلي بس دلوقتي، اتصالك جه في وقت مش وحش قوي، بعدين هبقى احكي لك. كشفتك قدامي. اقفلي باي. وانتي ماسكه ان شاء الله ايفون ليه يا مروه؟ عشان فشخره وكدابه قدام الناس، ولا فشخره فاضيه قدام الناس، ولا بقيتي حضرتك من رجال الاعمال وانا ما اعرفش؟ قولي بقى كده من ساعه لما لقيتيه في ايدي لا يا حبيبتي انا فوجئت بيه دلوقتي يا مام. والله انا ما اعرفش اصلا ان انتي معاكي. يعني انتي ما تعرفيش ان انا جايبه ايفون؟ لا ما اعرفش يا حبيبتي، ده ما يخصنيش اصلا ان انا اتدخل في حاجه ما تعنينيش شبهك، عشان انتي على طول متدخله كده في اللي ما يعنيكيش. بصراحه كده يا عصمت انا يا حبيبتي بحبش حد يقلدني، ولاني ماسكه الحاجه يقلدني فيها. في ايه يا عصمت؟ ما تخف شويه عينك علينا يا عصمت. لا يا حبيبتي، ده مش شميز لابساه ولا بنطلون لابساها اقلدك فيه، ده مصر كلها ماسكاه، مش انتي بس اللي ماسكاه، يعني مش منفرده بنوعك انتي يعني هو يا اعمل زي جارتي يا تتفقع مرارتي. انا قلت لك انت عايزه تصدقي انا ما اعرفش، انا اول مره اعرف دلوقتي لما رن اللي انت معاكي ايفون. بتهيالي اصل انت جبتيه وعملتيه في التوب سيكريت عشان ما حدش يعرف، لكن انا جوزي غلطته اللي كلم سيادتك وقال لك اللي انا عايزه كذا. لا حول ولا قوه الا حبيبتي، دول يشتروا ايفونات بيشتروا من مالهم الحر، يكون عندهم بيزنس كده خشوا وانت يا حبيبتي عندك بقت معاهم كتيره. يا حبيبتي وانا ما اعرفش يا عصمت حطاني في نقرك ليه يا عصمت؟ ما انت ما تتكلميش عليا بقى، انت بتتكلمي عليا انا، انت مالك بيا يا ستي؟ ما تشوفي نفسك الاول.
هو كل بني ادم لو بيشوف نفسه مش هيبص لغيره. وبقول لك ايه يا عصمت، نهايه الكلام ده حبيبتي، لما تكوني عايزه تجيبي ايفون وتتفشخري وتتنقوري يبقى من حر مالك. انا واحده بشتغل جبته بعرق جبيني ياما، مش من عرق الرجاله اخويا، مش شقه راجل. وكمان يا حبيبتي انت اصلا لو جبتي ايفون هتعرفي تستخدميه؟ ليه وانا شبهك؟ انت اخرك يا عصمت نوكيا اللي هو 3310. والله اخرك انتي مش اخر انا.